مدام إيمان، أنا طبعًا عارفة إن أنتِ عليكِ عبء كبير أوي، عبء إنِّك أنتِ يبقى عندِك أطفال في السن دوّة وعندهم المرض ده. أكيد طبعًا بتعاني في كل حاجة، في طريقة أكلهم، في شيلهم، لإن أنتِ طبعًا أنتِ موجودة معاهم في البيت. طبعًا ربنا يشفيهم لِك، بس أنا عاوزة أعرف أنتِ بتعملي إيه معاهم؟ والله انا بعمل معاهم الصعب كله ان انا تعبت بيهم وان انا عايزه ربنا يشفيهم لي. والله ما بنام الليل، اقسم بالله ما بنام الليل، ونفسي ومن عيني دول ولادي وحته من قلبي، نفسي ربنا يشفيهم لي. طبعا انا جبت يوسف الاول عنده ضمور، بعد كده رحت جبت زمزم، فما كنتش اعرف ان زمزم هتيجي بأسوأ حاله كده. بعد ما جبت زمزم جبت فاطمه ديت، بس هو غصب عني يعني، جهم غلطه يعني. بعد ما جبت فاطمة الله يرحمها فجالها طبعا تضخم في عضلة القلب، والضمور نزل على عينيها، بعد عنك ما بقتش تشوف وتعبت وكده. ماتت الله يرحمها. فطبعا جبت جنات برضو طلعت نفس الحال. فالحمد لله والشكر لله على كده. فأنا نفسي والله ربنا يشفيهم لي، نفسي ربنا يشفيهم لي، لأني أنا ما بنمش الليل. وطبعا شيلهم وحطهم وقلبيني يا ماما واكليني يا ماما واسقيني. فانا انا تعبت. فنفسي صوتي يوصل لاي دكتور بعد ربنا سبحانه وتعالى عارف المرض بتاعهم دوت ويتعالجوا، لاني انا تعبت ودول ولادي وحته مني. حتى لو والله العظيم لو يقولوا لي انت تموتي وولادك يخفوا ويمشوا على رجليهم انا موافقه، والله العظيم موافقه. بس نفسي ربنا يشفيهم لي. نفسي اي حد بعد ربنا يكون دكتور كويس متخصص في المرض دوت. ومش بايدي والله، انا بحب الاطفال وبحب انا بايدي ان كنت اخلف يعني اطفال كويسه، بس شايل القدر وربنا هو اللي اداهم لي كده. وانا احمد الله واشكر فضله على كل حال وحمده وشكراه. بس انا خايفه ان انا اموت ولا يجرى لي حاجه واسيبهم كده يتعذبوا ومحدش بيشيل حد. فنفسي حتى يوسف يخش الحمام على رجليه وجنات وزمزم. زمزم دلوقتي العمود الفقري بقى في جنبها، ودلوقتي نايمة على طول وبتتألم ومبتنامش طول الليل وبتعيط وبتتعب، وبشوفها كل يوم في النازل. وطبعا جالها كهرباء في المخ وعملت لها تشنجات وعملت لها تعليقة في عينيها بعد عنك. ويوسف برضو نفس الحكاية. يوسف ابني وحيدي ما عنديش ولد تاني غيره. وجنات، وطبعا دول بنات ولاية غلابة. نفسي والله أنا تعبت، أقسم بالله تعبت. يوسف عنده 10 سنين وزمزم عندها دلوقتي يعني 8 سنين أو ماشية في ال9 سنين، وجنات عندها 4 سنين. فمش عايزة أكتر من كده. وحتى النمو بتاع لإن سنها ما يدلش على إنها عندها 9 سنين، مش كده؟ اه المرض واقف النمو كده؟ ايوه ما بتكبرش بعد عنك. المرض دخل على القفص الصدري وبيقفل القفص الصدري وزمزم اكتر واحده عندي تعبان. فطبعا كل ما بيكبروا كل ما المرض بيسيء اكتر، كل ما بيكبروا كل ما المرض بيسيء اكتر. وابوهم الله يستره والله العظيم ما مخليهم عايز اي حاجه بالنسبه لغذاهم، بيجيب لهم كل حاجه وبيجيب لهم احلى حاجه والاشاعات وكل حاجه. هو مش بيستخسر فيهم اي حاجه، وليل ونهار شغال عشانهم وبيتعب عشانهم. فانا نفسي ومنى عيني ان ربنا بس حتى يوقفهم على رجلهم، ان هم يخشوا الحمام، مش يطلعوا ولا ينزلوا ولا يتعلموا ولا حاجه، ان ربنا ما يحوجهمش لحد. لان انا فعلا تعبت والله العظيم اقسم بالله. انا ما بنام بوسطي وساعات يندولي يقولوا لي يا ماما يا ماما، مش بقدر، ببقى قلبي بيتقطع عشانهم، ما بقدرش ان انا اقوم. والله ده بجد، ده بجد مش هحاسس بيه الا ربنا سبحانه وتعالى. فانا نفسي ومنى عيني دكتور يكون ابن حلال كويس يستر عرض ولا يريح قلب ولاده واهله وامه وابوه، يكون ده عياله يستمع لي ويشوف ولادي دول اسافر بيهم، اعمل لهم عمليات، اي حاجه ياخدوا مني اعضائي كلها ويحطها في عيالي، بس ربنا يشفيهم لي. بالله انا والله العظيم ما طالبه اكتر، مش عايزه فلوس ومش عايزه اكل ولا شرب. نفسي ربنا يشفي لي ابني ويشفي لي ولادي الاتنين دولت، ومش عايزه اي حاجه من الدنيا تاني.
طبعا بعد كل اللي سمعناه من والدة الأطفال مدام إيمان، وبعد ما شفنا حالات الأطفال دي، احنا كمان ما عندناش أي حاجة نقولها غير إن ربنا يشفي الولاد دول. وبنتوجه بصوتنا إلى سيد اللواء قائد الجيش الثالث الميداني اللواء عبد الله. بنقول له احنا عارفين ان حضرتك عليك عبء كبير قوي، وعارفين ان حضرتك مهتم بقضايا الوطن، وعارفين ان احنا عندنا مستشفيات، ان القوات المسلحه عندها مستشفيات على اعلى مستوى، وعندنا في مصر ايضا اطباء على اعلى مستوى. يا ريت صوتنا يوصل، ويا ريت نقدر نعالج الاطفال دول على نفقه القوات المسلحه عشان يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. كمان احنا بنتوجه لكل الجمعيات الخيريه اللي في السويس، وما شاء الله ما شاء الله احنا عندنا جمعيات كتيره قوي، ربنا يزيد ويبارك. يا ريت لو في اي طريق لعلاج الاطفال ديت يا ريت نقدر نعمله. اي فاعل خير، اي حد يقدر يساعدنا في علاج الاطفال دي ويكون عنده المقدره ان هو يوصلنا لطريق نعالج بيه الاطفال دي، يا ريت برضو يكون ده يحصل ان شاء الله. احنا زي ما سمعنا الاسره دي مش عاوزه فلوس، مش عاوزه حد يجي يديها فلوس في ايديها. هم بياكلوا ويشربوا زي ما بيقولوا، عايشين الحمد لله مستورين زي ما بيقولوا. كل اللي بيتمنوه من الدنيا علاج اطفالهم الثلاثه. المرض الدكتوره بتقول ان هي بتدي علاج عشان يوقف المرض، لكن المرض زي ما احنا سمعنا ما بيوقفش لكن بيزيد. قبل ما بعد الشر الاطفال دول يحصل لهم زي ما حصل لاختهم فاطمه اللي توفاها الله. يا ريت نقدر نلحقهم، يا ريت نقدر نمد لهم ايدينا عشان نساعدهم. ده نداء من فيديو سويس لجميع القلوب الرحيمه والقائد الجيش الثالث الميداني. يا ريت نقدر نساعد الاسره ديت في علاج اطفالها. واي حد عاوز يتصل بالاسره دي يتصل عن طريق موقع فيديو سويس، واحنا هنوصلهم ليهم. ويا رب يا رب يا رب ربنا يشفيهم، وربنا يجعلنا ولو خطوه في علاج الاطفال دي عشان يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. شكرا والى اللقاء.